الممبار اللي عامل قلبان دلوقتي على السوشيال ميديا انا عملته، بس بطريقه جميله واموره. وصدقوني صدقوني ده بقى ممبار الخلاط. انا اوريكم وانا بضربه وبجربه. بس هو كان متنضف، انا قلت اشوف بس هو هينزل عصير ولا هينزل سليم، ونزل سليم وطلع القمر ده. تعالوا بقى اوريكم انا بعمله ازاي ني في ني، بس بيطلع نينجا. هجيب 4 بصلات، هقطعهم او اضربهم في الكبه، هنزل بيهم وهنزل بتلات 4 فصوص توم مدقوقين. بصوا انا هعمله كله على البارد. بعد كده هنزل بقى على البصل بالتوابل بتاعتي: شطه، كمون، بابريكا، فلفل اسمر، وايه تاني يا شيماء، وبهارات لحمه. هنزل بيهم وهحط ملح محوج. الملح المحوج ده لو لقيتيه في اي ماركت هاتيه من غير ما تترددي، بيتحط لاي اكل بيوديه في حته تانية خالص. هعمل ايه؟ هدعك بقى البصله والثوم كويس قوي، انزل السوائل بتاعتهم علشان يبان طعمهم في التسبيكه بتاعتي. هي مش تسبيكه بقى، هي ناي في ناي، بس احنا بنسميها ايه، التسبيكه بتاعتنا. المهم هنزل بقى بحوالي 4 5 قرون فلفل ضربهم في الكبه. ده فلفل حار، انت حبه حار حبه فلفل رومي مفيش اي مشكله. ده حزمه شبت، حزمه بقدونس، حزمه كزبره برضو ضربهم في الكبه، ومعاهم حزمه نعناع. وما تقوليش نعناع على الممبار، جربيها وبعد كده احكمي. زي كده ما قعدتوا تحكموا على الممبار وتقولوا معرفش بينزل عصير وبيعمل ايه وطلع في الاخر يا جماعه ضربته وما طلعش عصير. وحطيت معلقتين صلصه، وانا ضربه في الخلاط كيلو طماطم ضربه خشن. هنزل بيه وهقلب الكلام ده كويس جدا. والرز انا بحطه اخر حاجه، والزيت اخر حاجه. ليه؟ عشان اظبط على مقداره. بس عموما انا عارفه انا عامله 2 كيلو ممبار، فبعمل عليهم كيلو الا ربع رز. قلت لكم انا المقادير اللي انا عملتها دي كلها، وعليهم كيلو الا ربع رز. هقلب بقى الكلام ده كويس جدا، وهنزل بالرز بتاعي. بصوا بقت عامله ازاي، انا مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي من النعناع والخضره والبصل وكل حاجه اتحطت فيها. تعالوا بقى هننزل بالرز بتاعنا. الرز انا بجيبه اللي هو رز الضحى. الرز يا جماعه اللي انا بستخدمه ده رز الضحى، مكتوب عليه انه هو مغسول. ما تقوليش دي مش نظافه يا شيماء واغسليه والكلام ده، لا هو مكتوب عليه كده. احنا مش هنعافر مع الشركه. كنت عاوزه اقول لكم ايه، احنا يا جماعه في ناس دخلت في الكومنتات كتبت لي كاتبه دي قلبه السكينه بتاعه الخلاط كلهم لتحت، ال4 لتحت. فهل يعقل ان انا هبوظ الخلاط بتاعي علشان اقنع حضرتك بالممبار انه ما بقاش عصير؟ معرفش حد ومش طرف مع حد، انا قلت اجرب واشوف هيطلع كده ولا كده من باب الفضول. وجربت في ايه، في الاول اللي انا جربتهم قدامكم دول 6 قطع من ال2 كيلو. ما انا قلت برضو مش هضحي يعني ومش هجازف. فجربتهم ما طلعش عصير. وشفشق الخلاط انا هبوظ شفشق الخلاط علشان اقول لك ان هو طلع كده سليم؟ انت بتهزري يعني، اكيد بتهزري. المهم نرجع لمرجوعنا. وحطيت الزيت بتاعي، حطيت حوالي ربع كوبايه زيت، وهقلب الكلام ده كويس جدا. كنت هقول لكم ايه يا جماعه، لو شفتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت، بحبكم في الله. واتمنى ان كل حاجتي اللي انا بقدمها لكم دي تكون بتفيدكم. هنا بقى هبدا احشي الممبار بتاعي اهو. دول 2 كيلو ممبار، انا بجيبه متنضف. لكن بصراحه اللي انا بعوز انضفه في عيد الاضحى كلنا ربنا يا رب يوسعها على كل الناس ويرزقنا من حيث لا نحتسب. كلنا بنجيب ونضحي. فانا الاضحيه بتاعتي باخد البطن بقى وبجيب حد يقعد ينضف لي، وبياخدوا فلوس قد كده. فبصراحه بقى ايه الفكره بتاعت الخلاط دي، انا ما جربتش علشان اكون صريحه معاكم نضفت ولا ما نضفتش، انا منبري نضيف. بس انا جربت، عاوزه اعرف هينزل عصير ولا سليم. نزل سليم، وديني عماله اعيدها لكم 100,000 مره. والله ما حد مديني فلوس اقول كده هو لا حد مديني رش بقول كده. انا بقول اللي انا شفته، انا بجرب قدام. طب صدقوا بقى، انا كنت مقتنع ان انا هطلعه عصير. يعني انا اتفاجئت وانا واقفه بصور كده، وقلت زي ما هيطلع هنزل الفيديو. انا اتفاجئت انه طلع سليم.
المهم بصوا بقى هوريكم انا بحشيه ازاي. والسمك بتاعه، لان انا ما بحبوش مليان ومكبوس، وما بحبوش اللي هو يبقى تخين كده ومكبوس، وساعات بيطرقع. يعني ساعات بتلاقيه طرقع كده اما بيبقى مليان رز. بصوا السمك اللي انا بوريكم، السمك اللي انا حاشيه بيه، وبمسحه كويس واحطه في مصفى. واما باجي انزله في الميه بمسحه برده بالراحه كده من الرز، علشان هو كده كده بينزل من الطرفين، من الطرف ده والطرف ده حبه رز صغيرين. اهو انا بوريكم انا بحشي ازاي. كل شيخ وليه طريقه. في كل واحد بيحشي، في ناس بتحشي تفتحه كده بصباعين، انا ده اللي اتعلمته. تمام، انا ده اللي اتعلمته من صغري ان انا احشي بالطريقه دي. فمحدش عيب عليا لو الطريقه دي مش عاجباكم يا جماعه. دي بقى حاجه خارج اللي احنا بنعمله ده خالص، انا نفسي اقولها للناس اللي بتقعد تعلق وتكتب كومنتات. يا جماعه الرحمه حلوه، الرحمه حلوه. مش لازم نقعد نجرح في بعض، نقعد نكتب كلام معرفش ايه، كانت ناقصاكي، كاتك القرف، كاتك ليه ليه ليه؟ انت اما تغلطي هتشيلي ذنب. حلو. اللي انت غلطتي فيه ده هياخد حسنه كده من الهوا. طب ليه ليه تغلطي وتشيلي ذنب؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه ما نبقاش محترمين ومؤدبين ونكتب كلمه كويسه، او نسكت؟ يا نقول كلمه كويسه يا نسكت. وربنا يهدي ويصلح الحل الجميع يا رب. هنا بقى غليت الميه وهنزل من الممبار بتاعي. انا ما بحطش للميه دي غير حبه فلفل اسمر وملح، مش اكتر من كده. بظبط الملح بتاعها بس، ما بحطش حاجه. في ناس بقى بتحط بصل وطماطم اللي هو البوكي جرنيه ده والحاجات دي، لا انا ما بحطش. وبياخد معايا غلوتين كده وبهدي النار عليه. بيقعد معايا من ساعه الا ربع لساعه، وبفضل اروح واجي عليه اقلبه علشان ما يلزقش ايه في الحله نفسها. بس مش اكتر من كده. وبطلعه احطه في مصفايه كده يتصفى. هو بطلعه واحده واحده كده عشان الرز يتصفى ويهدى خالص ويبرد، واقوم قلياه محمراه في زيت يكون سخن جدا. وبحطه بعد كده بقدمه طبعا بنصفيه على المصفى اللي هي بتاعه الزيت دي، او المناديل بتاعه الزيت. وبيتقدم بقى عليه شويه بقى خضره، مع تحطي بقى معاه اللي انت عاوزاه. داخل علينا بقى عيد الاضحى، كل سنه وكلنا طيبين. هنلاقيها يبقى بقى عيد للممبار وللحمه وللفته، وهنفضل بقى ناكل لحمه اما نقول يا بس. كل سنه وكلنا طيبين، وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. وبس كده.